هيموتوا لو ما أخدوش الحقنة. انقذوا ابني، آدم محتاج ياخد الحقنة. بتوسل ليكم وصلوا صوتي. ده هو اللي حاصل مع طفلين مصريين في الإمارات. الطفل آدم 6 سنين ونص، وغيث بدأ يظهر عليهم أعراض زي التفاف في عضلات الحوض والرجل وبطن وهمية، لأنهم مصابين بمرض ضمور العضلات الدوشيمي، مرض نادر بيخلي عضلات الجسم تضعف تدريجيا لحد ما يفقد الحياة. علاجهم هو حقنة ثمنها 3 مليون دولار أو 10 مليون درهم أو 150 مليون جنيه مصري. أمهم بتستغيث: الحقوا أولادي. آدم ما عندوش وقت، والله آدم الوقت بيخلص منه. أرجوكوا ساعدونا إن آدم يوصل للحقنة الجينية. كل ما الوقت بيعدي كل ما الوضع بيكون أصعب وأخطر، لأنهم لو تقاعدوا هيفقدوا فرصة العلاج وبالتالي هيفقدوا حياتهم. ولحد دلوقتي ما جمعوش غير 4% بس من المبلغ. قدروا يعملوا تعاون مع جمعية خيرية عالمية، فالتبرع مش ليا ومش لأبوهم أو أمهم، وإنما للجمعية مباشرة. أي حد يقدر يتبرع من أي مكان في العالم، وكل طرق